نصيحه والكلام للرجاله، لا تتزوج الا بمن تقبلها على حالها. اشتري مني، هي كده انا عايزها. ايه؟ بص فيها كل الصفات، بس كان مضايقني حاجه معينه، ان هي رفيعه قوي قوي قوي، بس ان شاء الله ربنا هيكرمها وتضخم بعد. امشي. انا عندي مراره واحده. تمام. بص هي كانت هايله، بس هي مليانه قوي، ان شاء الله هتجوزها وتخس بعدين. يلا 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 روح، يلا روح خليها تعمل لك مكرونه بالبشاميل وورق عنب وبقابلني لو مفيش حاجه اسمها كده. والله هي بس كويسه، هي كده، هي عاجباك كده خدها كده، مش عاجباك كده ما تتجوزهاش. انما ما تقعدش بقى تقطمنا بعد الجواز، لان مفيش حاجه هتتغير، ولو حاجه اتغيرت غالبا مش تبقى زي ما انت عايز. فما تقعدش ان انت تقول ايه، لا اصل هي انا، على فكره وده كله بقى في اي حاجه بالمناسبه، اللي هو ايه، انا عايزها ما بتشتغلش، يروح لواحده رئيسه قسم الناس اللي بتشتغل، يعني هي يعني رئيسه جمعيه يلا بينا نروح نشتغل. هي الجمعيه اسمها كده اصلا، يقول لها ايه، انا عايز اتجوزك وانت كويسه جدا جدا، بس انا عايزك ما تروح لواحده ما بتشتغلش. لا انا عايز واحده ما بتشتغلش، ما هي دي، ما دي بتشتغل، اروح لها ليه؟ ما هي يمكن ما تجيبها زي ما هي. هو في هو انت نادر. ما تروح عايز تتجوز واحده، اتجوزها زي ما هي بالمواصفات اللي انت عايزها، ما دام الحاجات دي عندك مهمه جدا خلاص. تقولش ايه، والله شعرها قصير بس ان شاء الله هخليها تطول. لا، هي من نوع الشعر اللي ما بيطولش، هي ده النوع الجديد اللي نازل، ما ايا كان هي نفس النوع. واضح؟ فالامر لا تتزوج الا بمن تقبلها على حالها.